سان مارينو مش مدينة، دي دولة حقيقية ومستقلة بس موجودة جوه إيطاليا. هي أقدم جمهورية في العالم، عمرها أكتر من 1700 سنة. اتأسست على إيد القديس مارينوس سنة 301. حسب الأسطورة، مارينوس ساب موطنه في جزيرة راب الرومانية اللي هي تبع كرواتيا دلوقتي، واستقر في مدينة ريميني على الناحية التانية من البحر الأدرياتيكي عشان يشتغل بنا ويكسر حجارة. ولكنه بعد فترة هرب من الاضطهاد الديني أيام الإمبراطور الروماني دقلديانوس، واستقر فوق جبل تايتانو وبنى فوقيه دير صغير. مع الوقت اتكونت حواليه قرية صغيرة، وبعدين بقت جمهورية مستقلة. على مدار قرون حاولت ممالك وإمبراطوريات كتيرة تبلع سان مارينو، بس معرفوش، الرومان واللومبرديين والدولة البابوية. ولما نابليون بونابرت غزا إيطاليا رفضوا ينضموا له، وهو كمان احترمهم وسابهم. حتى لما إيطاليا توحدت سنة 1861 الطليان ما ضموهاش. سان مارينو دولة صغيرة لدرجة إنك ممكن تمشيها كلها في نص يوم. هي خامس أصغر دولة في العالم، مساحتها 61 كيلو متر مربع بس، يعني أصغر من القاهرة الجديدة. أول ما توصلها هتفتكر إنك دخلت سهول خضرة فاضية، لكن بمجرد ما تبدأ تطلع جبل تايتانو الموضوع هيختلف تماما. فوق الجبل العاصمة اللي اسمها سان مارينو، برضو مدينة قديمة مزنوقة في شريط ضيق فوق حافة الجبل، مليانة قلاع وأبراج مراقبة، شوارع حجرية وساحات تاريخية، بيوت من العصور الوسطى، وأسوار أسطورية. كأنك دخلت لعبة أساسينز كريد أو معدي على لوكيشن تصوير جيم اوف ثرونز. المدينة القديمة مدرجة كموقع يونسكو للتراث العالمي من سنة 2008، وأفضل طريقة توصل لها هي إنك تطلعها بالتلفريك من تحت الجبل لفوق في دقيقتين بس. أشهر حاجة فيها هي القلاع الثلاثة اللي فوق الثلاث قمم بتوع جبل تايتانو، جوايتا وتشيستا ومونتالي، مربوطين ببعض بممرات هايكنج على حافة الجبل. وده أمتع جزء في زيارة البلد، بتمشي فوق السحاب حرفيا وبتشوف فيوهات وهمية، البحر الأدرياتيكي كله وسواحل مدينة ريميني من ناحية، وجبال الأبينين من الناحية التانية. ساحة الحرية تعتبر هي قلب المدينة، فيها بلاتسو بوبليكو قصر الحكومة، مبنى قوطي جميل بيترفع عليه علم الجمهورية كل يوم، وفوقيه برج الساعة، وقصادهم تمثال الحرية بتاع سان مارينو. تقدر تدخل جوه المبنى تتفرج وتتصور براحتك، بس بشرط ما يكونش فيه اجتماعات حكومية أو جلسات برلمانية. وفي كمان ساحة بياتسالي دوموس بيبلس، فيها البازيليكا الرئيسية في البلد واللي جواها ضريح القديس مارينوس نفسه. من أكتر الحاجات اللي لاحظتها في البلد هي إنها مليانة كمية مش طبيعية من المحلات والأكشاك الصغيرة، بتبيع تذكارات وهدايا غريبة زي الأسلحة والسيوف ومنتجات جلدية وأنتيكات من العصور الوسطى. لكن سان مارينو مشهورة أكتر بعملاتها وطوابعها، وعندهم متحف مخصوص للطوابع والعملات هيعجب جدا الناس اللي هاوية جمعهم. ولو عايز تشتري هتلاقيهم بيتباعوا في مكاتب السياحة، وانت هناك بالمرة ممكن تطلب يحطوا على باسبورك ختم دخول أقدم دولة في العالم. الأكل في سان مارينو هو نفسه الإيطالي، والمطاعم والكافيهات مميزة جدا، قديمة وراقية، تحسها ما اتغيرتش من 1000 سنة. عندهم أكلة وطنية واحدة هي التورتا تريمونتي، ودي كيكة معمولة من 3 طبقات من الويفر والشوكولاتة كرمز للقلاع الثلاثة. لو الجو قلب فجأة، وده عادي جدا، فالبلد مليانة متاحف عجيبة. أحلاهم بالنسبة لي هو متحف الغرائب، مكان عامل زي مخزن للحاجات الغريبة والاختراعات الفاشلة وصور وقصص عجيبة. وفي متحف تاني بس لو قلبك جامد هو متحف التعذيب، جواه نسخ أصلية وطبق الأصل من أدوات التعذيب اللي كانت بتستخدم في العصور الوسطى، زي الكراسي المسننة والأقنعة المعدنية ومقصات الصوابع وغيرهم كتير. سان مارينو رغم إنها دولة حقيقية بس لسه جوهرة مخفية، بتقدم لك تجربة حقيقية في الرجوع للعصور الوسطى. يمكن هي من أكتر الأماكن اللي أنا زرتها في أوروبا وحسيت فيها فعلا إن الزمن رجع ووقف. بلد صغيرة فعلا في حجمها، لكنها كبيرة في تاريخها وروحها. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتتابعني على صفحاتي على فيسبوك وإنستجرام. تحياتي يا جماعة، أنا ابن يحيى، واشوفكم في الفيديو الجاي.